اجدع حاجه بتتعمل في بيوتنا وبتسعدنا صينيه البطاطس بالفراخ. هنروح نعمل ايه بقى؟ هنجيب فرخه حلوه كده نقطعها 4 ارباع. هنروح بسرعه حاطينها في محلول ملحي، عصره ليمونه وشويه فلفل اسمر، وشكرا على كده. وبعد كده هنصفيها في اي مصفى. يلا تعالي بسرعه نروح على البوتاجاز. هنعمل ايه؟ هنحط صينيه حلوه مبروكه، هننزل ببصلتين بشويه ماده دهنيه كده، نشوح في البصل لحد ما يدبل بس. بعد كده على طول ننزل بالبطاطس، تشويحه للبطاطس وشويه سكر، شويه ملح، شويه فلفل اسمر. ونروح عاملين ايه بعد كده؟ نازلين بقى بمعلقتين صلصه، بالطماطم اللي انت عايزاها او عصير الطماطم اللي انت محتاجاه. ادي الجمال ده كله تقليبه، وما تنسيش ابدا ابدا 3 فصوص توم قطعيهم على وش الصينيه وقلبي. وتعالي بقى حطي الفراخ بتاعتك وش وظهر، تاخد لون حلو كده وتديها غلوتين، وبسرعه على الفرن بتاعك اللي مظبوط على 200 220. مجرد ما تستوي تطلع على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة طبعا الفيديو ده انا كنت مصوراه امبارح. كنت عاملة صينية بطاطس فقلت انزله لكم النهاردة. طبعا انا كنت جايبة الاوراق معاكم وغسلتها فطلعت على قدنا، نقعتها في المحلول الملح والخل والدقيق، وقلت اعمل بقى صينيه بطاطس بالفراخ. بصراحه ما كنتش قادره اعمل حاجه فقلت ايه اعملها مع بعض وخلاص. قطعت شويه طماطم وفلفل وبصل، وجبت البطاطس قطعتها، كنت بوريكم الحاجه اهي. وقطعت بصل وبرده فصين توم وهحطها كلها مع بعضها كده، بتبقى جميله وطعمها حلو مع حله رز بشعريه، بتبقى خطيره ما شاء الله. انا بوريكم الحاجه اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ديمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال. بقشر البصل وبغسله حلو. ديت يعتبر الأكلة المنقذة، يعني سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت. لو انت مثلا بتغسلي، عندك تنظيف، عندك روتين في البيت، هتلاقي الحاجة بتاعتك جاهزة وبتعمليها في ثواني، ما بتاخدش أي وقت معاكي. انا بلم بقى اي عك انا بقطعها معايا في الحوض، بقوم شايلاها حطها في الباسكت على طول علشان ما ايه الحوض ما يتسدش معايا. بغسل بقى الحاجة تاني، بشطفها حلو قوي بالمية، ما شاء الله نضيفة وزي الفل اهي. وهاخد الحاجة دي كلها معايا بقى على الرخامة، واروح ابدأ اعمل صينية البطاطس بطريقتي اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. بقطع البصل شرايح ناعمة سلاين، والطماطم والفلفل، وبحط عليهم فلفل اسود وشطة وكمون وكزبرة. هي دي التوابل اللي انا بحطها، وشوية مرقة بصوت صغننين خالص. يعني انا ما بحبهاش، بس حطيت شوية يغيروا الطعم، يعني يدولها طعم وكده وخلاص. شوية مرقة صغيرين، بس بصراحة طعمها حلو وادت لها طعم حلو يعني. بقلب البطاطس مع البصل مع شوية فلفل اسود وشوية بصل مع الطماطم مع الفلفل الاخضر والبهارات برضو لوحديهم. وبقوم جايبة بقى ايه الفراخ، بقلب البطاطس بحط شوية بطاطس على الطماطم، وبقوم ايه جايبة الفراخ رشها شوية فلفل اسود كلها، الكمية اللي انا عاملاها على قدنا. وبقوم رشها فلفل اسود وادعكها دعكة حلوة. وبعد كده اقوم حاطة بقى عليها ايه الطماطم الفلفل البطاطس على الوش. يعني بتبقى تحت بصل وبطاطس، وفوق الفراخ، وفي النص الفراخ، وفوقيها بقى الطماطم والبطاطس، واقلبهم في بعض حلو قوي كده. وبعد كده ايه خلاص هي حلوة، ما عادتش محتاجة حاجة. بقوم بس جايبة رشة زيت خفيفة خالص على الوش، يعني هي مش محتاجة دهون ولا حاجة، بس انا برش عليها بس رشة خفيفة كده بالبخاخة بس. تمام زي الفل. خلاص برفعها بقى على النار، على نار هادية يعني متوسطة كده، ما بتاخدش وقت معايا، سريعة. بقوم حطها على البوتاجاز. هنا بوريها لكم اهي على النار، هتغلي بقى دلوقتي، وبعد شوية اقلبها وخلاص. هنا بقى دخلت على البلكونة، قعدت نقيت شوية رز كده صغننين على قدنا. نقيت الرز حلو من اي حاجة فيه. وبعد كده انا قلت اعمل شوية رز بشعرية مع صينية البطاطس، بصراحة بيبقى طعمها حلو. يعني الرز الابيض معاها مش قد كده، فقلت اما اعمل رز بشعرية. فقلت اما انقي بقى الرز وانا قاعدة،
انا اليوم ده كنت بغسل وصراحة ومش فاضية والدنيا مكركبة عليا، فقلت ايه انا هعمل صينية البطاطس كده على السريع مع شوية رز وخلاص. خدت الرز بعد ما نقيته غسلته، انا بغسله 3 مرات، اسمه 3 فمات. غسلته 3 فمات. غسلته حلو كده، وبعد كده هصفيه من المية بتاعته خالص، اسيبه يتصفى على الرخامة، واروح بقى اقلب الشعرية، بقوم حاطة معلقة سمنة بلدي وشوية زيت وشوية الشعرية، اقلبهم حلو لما تبقى لونها ذهبي، اقلب اقلب اقلب. طبعا شايفين صينية البطاطس مولعة عليها اهي، مشغلة مع نفسها بقى. بقلب الشعرية لحد ما لونها يبقى ذهبي، ما بحبهاش غامقة قوي ولا فاتحة قوي. هنا بقى اقوم رايحة مصفية الرز ده يكون الصف خالص، واقوم رايحة جايباه وحطها على ايه، هقسمه نصين، احط النص على الشعرية، اقلبه زي ما انتوا شايفين دلوقتي، يعني نص الكمية مش كلها يعني. احط كده واقلبه حلو تقليبة حلوة، اقلبه خالص خالص خالص، وبعد كده احط الباقي بقى، عشان ايه الشعرية بتبقى تحت كلها الكمية ما بتجيش، فاقوم ايه اسمع على نصين عشان اعرف اقلبه. ايوه بحط بقية الرز اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة بتاعتي لو تحبوا تشوفوني تاني، ويا رب اكون خفيفة على قلبكم مش تقيلة. هنا طبعا قلبت الرز كله، والوقت هحط شوية الملح اللي انا بحطهم على الوش، هحطهم دلوقتي واقلبهم برضو. طبعا انا بغلي مية يا جماعة، انا بحط للرز بشعرية مية مغلية، مشغلة الكتل دلوقتي وهحط عليه ايه حطيت المية اهو، ما بياخدش اي وقت، يا دوبك بيغلي غلوتين وتلاقيه المية شرب المية بتاعته ونشف. اقلبه تقلبتين واغطي عليه، انا بحط له القعد بتاعه كده وخلاص اهو. بس هي دي المية بتاعته، بيبقى مظبوط ما شاء الله، لا هو معجن ولا هو مفلفل قوي ولا هو ناشف، احنا بنحبه لا هو مفلفل قوي ولا هو طري قوي، احنا بنحبه وسط يعني. هنا بدأ يغلي اهو، هغطي عليه، لقيت المية بتطلع، هوارب بس الغطا دقيقة بس وايه، وبعد كده غطيه تاني. شوفوا هنا الرز اهو ما شاء الله بيغلي حلو، قلبته تاني وهغطي عليه تاني بقى عشان ايه ينشف. هنا ما شاء الله، وبعد ما تشرب خالص بسم الله ما شاء الله، مفلفل حلو وطري وجميل، لا هو معجن ولا هو حاجة. هنا اهو صينية البطاطس ما شاء الله، كنت قلبتها، حطيت الفراخ على الوش عشان خلاص يعتبر استوت، هحمرها بقى. وما شاء الله يا جماعة كده انا خلصت الاكل، كنا حطينا الاكل على الطبلية عشان ناكل. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، تحفة وطعمها جميل وزي الفل وبسيطة وسريعة والحمد لله الحمد لله يا رب، اللهم دومها علينا نعم. وده اللفت يا جماعة اللي انا عاملاه، لو عايزين طريقة اعملها معاكم. الحمد لله يا رب، اللهم دمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طريقة بسيطة وعلى قد الإيد. يلا دمتم سالمين، وأتمنى أن أشوفكم تاني وتبقوا معايا على طول، ولو حابين تشوفوني اشتركوا في قناتي. دمتم سالمين.